المنتخب ديال 86 كان فريق، كان منتخب قوي لان كانوا فيه عناصر قويه مثل الظلمي، بودرباله، تيمومي، الغريسي، الحداوي، بوحياوي. كانوا لاعبين اللي تحت لهم فرصه من سنه 83 الى غايه 86. يعني فريق المنتخب مجموع بالعناصر كامله، كان انسجام قوي، ما كانش الاحتراف الخارجي، كان بطوله اماتور ماروكان كيتعزلوا منها اللعابه، ما عندناش لي زيترونجي. المنتخب المغربي من غايه 83 الى غايه 86 ولا اقوى منتخب افريقي، بحيث التجمع اللي كان ديال اللاعبين ديال المده ديال 3 سنوات. الاكل ديالو اللي هو كاس العالم ديال 86، نفس اللاعبين ديال 83 في النخبه الوطنيه بقاو حتى لغايه 86. اللعابه كان عندهم نضج كبير، كان انسجام، كان قوه، كان تكنيك، كان كل شيء متوفر في هاد العناصر ديال المنتخب المغربي ديال 86. النتيجه ديال داز مر الكارت فينال. يعني الاختلاف اللي كاين حاليا ما بين 86 الى الوقت ديال دابا 2014 2015 الفرق كبير، بحيث اللاعبين جل اللاعبين اللي هما اسماء كيلعبوا على برا خارج الوطن. اللاعبين الوطنيين ما بقاوش كثار، ولا تقريبا واحد لاعب جوج ثلاثه اللي كيحضروا مع المنتخب المغربي حاليا. هاد المشاكل هي اللي اثرت على المنتخب المغربي في هذا الوقت هذا، لان ما كاينش واحد الانسجام كبير. كيجي اللاعب الاربع كيلعب الحد كيرجع، كاينش ان كونسونطراسيون اللي كتكون بحال زمان. ما هادشي كامل كينقص. علاش الكره ديال المنتخب الوطني حاليا الا بغينا نرجعوا القوه ديال المنتخب المغربي، خصنا نرجعوا الطريقه القديمه اللي هي خصنا نوفروا منتخب مغربي حقيقي، ونعوضوهم بعض العناصر اللي هي مستوى ديالها عالي في البطولات الاوروبيه. يعني يمكننا نجيبوا ما نفوتوش تقريبا واحد 7 8 اللاعبين يضافوا مع اللاعبين ديال البطوله برو ديال المغرب، ونحاولوا يكون واحد الانسجام قوي. لان المنتخب المغربي خاصو يكون كما كنقولوا حنا باللغه ديالنا، خص تكون عائله. العائله كتولي مفاهمه مع بعضياتها، كتولي عارفني شنو انا كندير وانت شنو كتبغي وشنو ما كتبغيش. لان ملي كيجي لاعب الاربع ويتجمع مع لاعب مده ديال 3 ايام ولا 4 ايام وما كيشوفوش بعضياتهم تقريبا واحد 4 شهور 5 شهور عاد تيتلاقاو باش يتجمعوا، ما عمر غيكون. كنشوف بان خاصنا نرجعوا للطريقه القديمه، خاصنا نوفروا فريق مغربي من البطوله برو ديالنا باش يكون عندنا القوه الانسجام. واللاعبين اللي على برا مرحبا بهم، غيعطيونا واحد الثقه كبيره لهاد اللاعبين، لان هما كيلعبوا خارج الوطن وما غيكونوش كتار، غيكونوا لي بوست اللي خاص المنتخب المغربي. بعض العناصر غادي يكونوا عندنا من المغرب، بعض العناصر بعض يعني الاماكن اللي محتاج ليها المنتخب المغربي هو اللي غنعيطوا للاعب المناسب. نشوف الزكي يعني كما كيعلم الجميع مدرب اللي كيعتمد على لا ديسيبلين بزاف، وعنده نفس الفكره اللي عندنا حنا، لانه هو زكي عاش مع المنتخب المغربي من غايه 83 الى غايه كوب دافريك ديال 90. عارف وداري على هذا الشيء هذا، وحاليا راه كيحاول يخدم في هذا الاتجاه. غادي يكون فريق اللي غيكون عنده انسجام وغيكون كيلعب على الروح الوطني. البطوله برو اللي كتجمع البطوله المغربيه السنه هذه، وهو كاين الانضباط الكامل اللي عند الوداد هو اللي جعله باش يكون بطل المغرب، لان مدرب في المستوى معروف، مدرب درب ريال مدريد، اذا عنده السيستيم بروفيسيونيل، وداك الشيء اللي كيحضر في المغرب هو اللي خصو يكون.
دار البرنامج ديالو ديال اللاعبين كانوا في المستوى كاملين، فريق كامل 25 لاعب كلها كتجري على اللقب وكتجري على المستوى، انضباط من جميع اتجاهات، لا من الرئيس ولا من الكوميتي ولا من الاداره ولا من المدرب ولا من اللاعبين. وهذا هو السبب النجاح ديال ان كلوب مثل الوداد باش يدير البطوله. بالنسبه للفريق الجيش الملكي السنه هذه سنه كانت كما كنقولوا حنا بؤس، يعني ما شفنا لا لاعبين ولا مستوى ولا يعني نتائج اللي كتشرف. العامل الاول هو تخصنا على الاقل نكونوا عارفين بان فريق الجيش الملكي قوي وخلاوه لاعبين مثل الغريسي، تيموميل، النمريس، لحان، اللاعبين اللي خلاو هذا الفريق كيكسب واحد الجمهور كبير في المغرب بحكم النتائج اللي كانت. لان الوقت اللي لعبنا حنا فريق باش يحصل على 5 بطولات ويحصل على كاس العرش 4 مرات ويحصل على كاس افريقيا من 82 الى غايه 90 تحصل على هذه الالقاب، اذا مستوى كبير ولاعبين في المستوى. والرجاء ضيعوا المقابله ديالهم هنا في الدار البيضاء. لو كنا فزنا بواحد 3-0 ولا 2-0 كان ينتهي الحرب الكلاميه ما بين المغاربه وما بين الجزائر. النتيجه اللي كانت هنا 2-2 كتنعكس بتاتا على الرجاء البيضاوي باش يكون عنده القوه في السطيف الجزائري. الاخوان الجزائريين عندهم غلط ومغلطينهم على الشعب المغربي وعلى الفريق المغربي وعلى اللعب المغربي. اذا ملي كيبقى يتكتبوا داك الكلمات في الفيسبوك وكيمشيو عند الفروق وكيقراو هذا كتولي حرب كلاميه. اما حنا بالنسبه لنا حنا الجزائر كنقولوا حنا جيران واخوان، كنتمناو مع الله تكون داك الاخوه ديالنا من ناحيه كره القدم، يعني هي التشجيع، نشجعوهم يشجعونا لانهم بنفس الطريقه. لان حنا ملي كيجيو عندنا الجزائريين كنحطوهم فوق راسنا وكنديرهم لوطيل مزيان، كنحضيوهم، كنديروا لا سيكوريتي، كنديروا باش ما يتقاس حتى واحد. ولكن هما داروا يمكن الطريقه التنظيميه ديالهم حتى هي ساهمت في هذه المشاكل. بالنسبه للاخوان ديالنا في بلجيكا الرياضيين ولا المغاربه كلهم كنوجه لهم تحيه كبيره من اللاعب الدولي الغريسي. راه كيعرفوني العدد ديال الجمهور في بلجيكا، لانني كنا جينا درنا واحد المقابله تما ديال لي زونسيان ولعبنا كونتر ليكيب ناسيونال ديال 86 ديال بلجيكا اللي فيها الحارس باب ولا سميه، فيها رونسون، فيها ديك لافون سونتر، فيها لعبه ولعبنا تما. وكان واحد العدد كبير الجاليه اللي حضرت الملعب كان بلان، وفزنا فيهم منتخب مغربي، فزنا عليهم 2-1. وكان دقيقيه، كان واحد الاستقبال كبير، يعني المقابله بحال رجعنا للوراء، حنا بحال لاعبين كاس العالم ولا شي مباراه دوليه يعني. والاخوان في المغاربه كثار ومحبين، ومن عندي انا كلاعب هذا كنتمنى لهم التيسير في العمل ديالهم ولا في الاخوه ولا في الحياه ديالهم بلجيكا. وكنتمنى مع الله ربي يسهل عليهم ويكونوا من اطيب الشعب على وجه الارض، وتكون ذاك الاخوه. وهذا كنداء كنوصلوا المغاربه، كنا نديروا يد في يد ونتعاونوا بعضياتنا خوت.